تكملة لسلسلة وصفات العيد، عملت معاكم الفيديو اللي فات الكحك وكان خطير ودايب وتحفة. هعمل معاكم النهاردة البسكوت، هقول لكم ازاي يطلع مقرمش وهش وخفيف وخطير. هعمله معاكم بالنشادر وكمان بالشوكولاتة، وكمان هنعمله بالمكنة، مش هنعمله بالقمع، وهنعمله بالسمنة، يعني كمان موفر حاجة كده تحفة. هقول لكم مقادير كيلو دقيق وتقدروا تضاعفوا الكمية براحتكم. انا عملت كيلو دقيق، حطيت عليهم 10 جرام بيكنج باودر و10 جرام نشادر، ما تزودوش اكتر من كده. معلقه كبيره، يعني معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره نشادر. وكمان حطيت 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، و80 جرام لبن، يعني تقريبا 8 معالق بالظبط، ما تزودوش عن كده ابدا. 8 معالق مقدار مظبوط. و320 جرام سكر بودر، يعني بما يعادل كوبايتين ونص زائد معلقه كبيره. السكر يكون منخول كويس. و335 جرام من السمنة، يعني كوباية وربع زائد معلقة كبيرة مليانة كده. وكمان فانيليا. ما تزودوش المقادير عن كده علشان دي مقادير مظبوطة بالظبط. أول حاجة معايا بحط السكر البودر وعليه السمنة تكون يعني مش بحرارة الغرفة، لا تكون ماسكة نفسها شوية، يعني نكون مخرجينها قبل ما نشتغل فيها من التلاجة بربع ساعة كده، بس اللي هي تكون لينة شوية. هبتدي ان انا اضيف السكر والسمنه مع بعض الاول في العجان او بمضرب كهربي زي ما تحبوا، وممكن طبعا بالمضرب اليدوي، بس هياخد مننا وقت شويه. وفي وسط الخفق كده ببتدي ان انا اوقف العجان وانزل الجوانب زي ما انتوا شفتوا. لازم توصل معايا للمرحله دي، تكون كريميه وتبقى هايشه كده ولونها يبقى فاتح قوي زي ما انتوا شايفين. اول ما توصل للمرحله دي هنزل الجوانب تاني، وهبتدي اضيف البيض بيضه بيضه، ما ينفعش ان انا اضيفهم كلهم مره واحده. اول ما تختفي البيضه اضيف اللي عليها الدور ورا بعض كده، طبعا على اعلى سرعه في العجان. وبعد كده بضيف الفانيليا. شايفين اصلا القوام بتاعه بقى كريمي جدا. اول ما نوصل للمرحله دي نبتدي اننا نضيف الدقيق ونحط عليه البيكنج باودر بس، وهنحط رشه ملح كمان ما ننساهاش. النشادر مش بحطها فوق الدقيق، النشادر بحطها فوق اللبن، وببتدي ان انا اقلبهم كويس جدا جدا واضيفهم على العجينه. واول ما نبتدي اننا نضيف اللبن ما نعجنش كتير، هي يا دوب بس اول ما العجينه تلم معانا وجوانب العجان كده تنضف معانا، يبقى كده تمام قوي علشان ما نفعلش الجلوتين بتاع الدقيق. شايفين العجينه طريه جدا ويعني خفيفه قوي وحلوه ما شاء الله. طب لو عايزين نعمله بالبرتقان، هنبدل اللبن بعصير برتقان ونضيف كمان معاهم بشر برتقان. دلوقتي انا شلت نص الكمية هعملها بالكاكاو، ونص الكمية التانية هسيبها كده بالنشادر سادة. جبت معلقة من الكاكاو كبيرة مليانة، حطيت عليها معلقتين من اللبن وقلبتهم كويس جدا في العجينة. برضو ما بزودش الخفق في المرحلة دي، بلم العجينة بس. لو هنعملها على ايدينا بأطراف صوابعنا كده، اننا نلم العجينة مش بنعجنها. دي الشكل بتاع الموس اللي انا بحب اشتغل بيه. شايفين بقى العجينة بتنزل بكل سهولة وما بتتقطعش وما بتتشققش، شكلها خطير. وزي ما هتدخل الفرن بالشكل ده هتخرج منه برضو بنفس الحجم ونفس الرسمة، علشان المقادير مظبوطة. السبب اللي بيخلي البسكوت يفرش معانا ويبقى النقشة بتاعته تروح اننا بنزود النشادر. هي معلقة كبيرة بس على الكيلو، ما نزودش اكتر من كده. وده كمان الشوكولاتة شكلته بنفس الطريقة. هشغل الفرن على درجة حرارة 180 واحطه في الرف اللي في النص واتابع التسوية بتاعته، يعني ابتداء من 10 دقايق ابتدي ان انا ابص عليه واتابع التسوية. لو محتاج اننا نولع الشواية شوية ممكن نولع الشواية، بس برضو نتابع التسوية بتاعته. ما شاء الله شكله خطير، وشايفين زي ما دخل الفرن زي ما خرج بالظبط. تحفة، هش ومقرمش يعني، وريحته كانت خطيرة وطعمه يجنن. وشايفين التسوية بتاعته ولا غلطة. هوريكم دلوقتي مقرمش ازاي. اول ما بنضغط كده البسكوتة ماسكة نفسها، بس بمجرد ما نضغط عليها بتتقطم كده معانا، مقرمش وتحفة. لو مشينا على طريقة التسوية والمقادير بالظبط وطريقة العجن، اوعدكم ان انتوا هتطلعوا احلى بسكوت ممكن تدوقوه في حياتكم. وده بسكوت الشوكولاتة بعد ما خرج من الفرن. نخلي بالنا علشان هو ما بيبقاش باين اول، بس ما بتلاقوا ان هو فصل من الصاج بيبقى كده تمام.